السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت بهذا فيديو تاع لي كاب كيك بطريقة سهلة بنة روعة تمدوهم لولادكم في اللمجة، صحيين وهايلين ومقادير بسيطة. وفي البداية نبدأ في هاد لا كونفيتور تاع الرمان اللي جات رائعة، طريقة سهلة ونوري لكم كيفاش الرمان ديريه كونفيتور بلا ما تخليه هذوك الحبات لداخل. شوفوا كيفاش جا رمان، جا كونفيتور يهبل. مربى تاع الرمان رائع، عاقد معسل بنين بزاف بزاف. وانا خيرت هذاك الرمان الاحمر، هاو يتباع وقت الرمان. السعر تاعو في متناول الجميع، راهو كامل في الاسواق الجزائريه. تبروفيتيو ديروا به، ديروا لا كونفيتور. هاوليك هنا عندي تقريبا كيلو تاع رمان اللي كنت نقيته وغسلته مليح مليح وحطيته في كاسرونه تكون شويه ثقيله باش لا كونفيتور تجي مليحه طيب بالعقل. وضفت كيلو تاع السكر، كيلو رمان كيلو سكر، ودرت كاس ما. لا فيديو راحت لي كاس ما تقريبا 200 ملي، عصير تاع حبه قارص. هاي ليك حبه قارص عصرتها، درتها فوق النار، نار متوسطه، وبديت نخليها طيب ونحرك منين داك بمغرفه تاع الحطب. ما ديريش مغرفه تاع اينوكس ولا حديد. خلطي مليح مليح حتى يذوب هذاك السكر. هذاك القارص ما يحجرلكش الكونفيتور ويمد بنا تاني لا كونفيتور المربى تاعك. خلطيه حتى يذوب السكر مليح مليح. هو يطيب مدة هكذاك ربع ساعة. تشوفي الرمان هذاك بدا يطيب وانتيا بدا تنحي هذيك الرغوة اللي من الفوق، تنحي هذيك الرغوة هذيك اللي تخسر الكونفيتور يقراص لك. مي كي تنحي هذه الرغوة الكونفيتور تشد لك مدة طويلة، تحتفظي به مدة طويلة. نحي كامل هذيك الرغوة. هي طيب نحيت هذاك القارص وجبت البغا ميكسور وبديت نرحي وهو فوق النار. نقصت النار مليح مليح وبديت نرحي، رحيته مليح مليح وخليته يطيب. شوفوا حتى يولي يدير الرغوة هكذا حتى تعسل. منين داك نرفد شويه مغرفه تاع كونفيتور ونواسيها فوق نحطها فوق الرخام. كي نشوفها جمدت عسلت نعرف باللي طاب. من بعد نجي نصفيه هنا في صفايه رقيقه، نصفيه مليح مليح. هاوليك بعد ما صفيته درتو في بلاره اللي كنت غسلتها عقمتها غسلتها وغليتها بالماء والخل وخليتها هكذا نشفت هي والغطاء غليتها. من بعد فرغت كامل الكونفيتور وهي سخونه داخل البلاره وتخليها حتى تبرد وتخبيها في الفريجيدير. شوفوا كيفاش جات لا كونفيتور، جات هايله معسله. جات رائعه وسهله. تم وانتي درتي كونفيتور بالفاكهه تاع الموسم. انا كل فاكهه تاع موسم كي ترخص هكذاك ندير كونفيتور تخدمي بها الكاطو تاعك العيد ان شاء الله هاو جاي. تخدمي بها لي غاتو تاعك. ودرك نروحو ديريكتومون لهاد لي كاب كيك بطريقه سهله وشابين وبنان في هاد لي مول تاع الكرتون هذا اللي شابين بزاف. وتقدري تخدميهم وتمدي لولادك اللي عندها ولادها يقراو في المدرسه كل صباح يدو معاهم. رائعين وسهلين ويجوا بنة رائعة، جو ما شاء الله. شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. نروحوا مباشرة للمقادير وكيفية التحضير. هنا درت 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة دايما. ديري البياض والصفار كيف كيف في بول. ودرت قرصة ملح، مغرفة كبيرة تاع لافاني. وهنا درت كاس غربة سكر بني، تحبي ديري سكر عادي ديري. انا درت سكر بني مدبنة رائعة. ودرت كاس زيت وراني نخلط مليح مليح غير بالفوي المضرب اليدوي.
شوفوا حتى الخليط يتجانس، هذيك الزيت تدخل في مقادير. وهنا درت زوج مغارف كبار تاع مربى تاع التشينا، كونفيتور تاع التشينا، تحبي ديري تاع المشماش واش حبيتي. ودرت كاس حليب دافي، تحبي ديري الياغورت في بلاصه الحليب ديري ياغورت نورمال. من بعد خلطت مليح ودرت كاس الاول تاع الفارينه، كاس هذا اللي يرفد 200 ملي، وكيس خميره كيميائيه، ونخلط مليح مليح الكاس الاول تاع الفارينه حتى يدخل كامل الفارينه تدخل في الخليط. زدت الكاس الثاني وراني درت الفرن يسخن من قبل على 170 درجه، نخلط مليح مليح. شوفوا حتى باش ما يقعدوش لي غريمو، خلطت مليح مليح المقادير غير بالمضرب اليدوي. الكاس الثالث بديت نضيف غير بالعقل ونخلط. هادو خرجوا لي تقريبا 16 حبه تاع كاب كيك، كميه يعني كبيره الله يبارك. تخلطي مليح مليح، نضيف غير بشويه باش ما تغلبنيش الفارينه ونشوف. خلط مليح مليح. من بعد ضفت لو زيست تاع حبه قارص، وهاي الفارينه شحال قعدت تقريبا ربع كاس، ولو زيست تاع حبه شينا. هادو اللي يمدوا بنه لهاد لي كيك روعه. وعصرت حبه قارص صفيتها وضفتها مع الاخر. تخلطي كامل المقادير مع بعض. من بعد جبت هاد الكرتون، هاد لي مول تاع الكرتون هادو اللي بلا ما تدهنيهم بلا والو، بزاف بخاتيك. فتحتهم حطيتهم في بلاطو، كملت فتحت كامل الكرتون هاد لي مول، وبديت ندير بهاد المغرفه تاع لي كلاص تاع لا كريم. تحبي ديري بالطاس ولا ديري بالمغرفه كيما تحبي. ما تعمريش المول حتى للطرف، ديري 3/4 3/4 تعمريه، خلي ربع هذاك قسمه تخمر خاطر فيها الخميره. عمرت كامل لي مول تاوعي وضفت لهم من الفوق هذا السكر حبيبات، هذا يتباع في المحلات تاع المواد تاع الحلويات. ما يذوبوش هذو، يقعدوا من الفوق يجوا بزاف شابين، ديريهم من الفوق. تحبي ديري شوكولا فيرميسيل، تحبي شوكولات هذيك حبيبات كيما تحبي. دخلتهم من الفوق حتى طابوا ولاو بيان دوغي. درت لو بيك شفتهم باللي طابوا حتى لداخل وجبتهم. هاملي كيفاش كملتهم. من بعد ما طابوا خرجتهم من الفرن. هامليك تحبي تدهنيهم بالعسل ولا لا كونفيتور ولا لا جولي ولا تخليهم هكذا ناتوريل. هاملي كيفاش جاو بزاف بنان، جاو هايلين اللي كلاوهم كامل عجبوهم ويجو خفاف. ملاح تمديهم لولادك الصباح باش يدوا معاهم اللمجه للمدرسه، هايلين بزاف بزاف. نتمنى هاد لا فيديو عجبتكم وتعملوا هاد الكيفيات وتنجحوا فيهم. والى اللقاء، مع السلامه.